وحضور جيد وايضا التعامل الايجابي. وتعطى اذا في هذه اللحظات مشاهدينا ضربة البداية. ينطلق اللقاء بين المنتخبين معا. كرة لصالح المنتخب الوطني المغربي من الجهة اليمنى، مزراوي من الجهة اليمنى، مزراوي عملية الانطلاق يبحث عن كرة من الجهة اليمنى، تمريرة كاصطدم بالدفاع. الدفاع ينقذ الموقف وتعود الكرة من جديد لصالح المنتخب الوطني المغربي. تمريرة الجهة اليسرى عند حمزة إيكان او تمريرة ديال أوناحي. فرصة ديال أوناحي كيختار التسديد ديالو المباشر صوب المرمى. يذكرنا بالهدف ديالو الماضي امام منتخب الموزمبيق، وايضا كيذكرنا بالاسلوب ديالو. ايضا اصبح من الملاعب المجهزه. كره ممتازه، محاوله دخول داخل منطقه الجزاء مصطفى سمر وايضا غيرهم من الاسماء المغربيه. 17 انتصارا. كره بهذه الكيفيه نحو الجهه اليسرى، تمريره عرضيه، فرصه جول. الهدف الاول جول. الهدف الاول مغربي ياتي بهذه الكيفيه من الجهه اليمنى. عمليه هجوميه ونايل العيناوي يضع الكره في الشباك معلنا عن اولى اهدافه مع المنتخب الوطني المغربي. نايل العيناوي من الجهه اليمنى تعامل مع هذه الكره، لعبها بشكل ممتاز وتمكن من وضع الكره في الشباك معلنا عن الهدف الاول في الدقيقه الخامسه او الدقيقه الرابعه. يجي الهدف الاول. هذه البدايه التي تاتي من جانب المنتخب الوطني المغربي. ده 1-0 وداخلين باسلوب هجومي. وهذا زار شباك العديد من المنتخبات في القارات العالميه، ونشوفوا هذه محاوله بهذه الكيفيه. وقبل ذلك هناك مع بعض الانديه اللي دربها. كره لصالح المنتخب الوطني المغربي. محاوله من جديد بحث عن السيباري الجهه اليمنى، كره اختراق، تمريره عرضيه، فرصه الهدف الثاني. يلا نايل العيناوي يبحث عن تسجيل الهدف الثاني. تبتسم له المباراه كما يحضر معها بقوه. نشوفوا هذه الكره تنفذ اماميه، محاوله مغربيه، فرصه امكانيه تسجيل الهدف. جاءت من جانب السيباري اللي قام بالاسيس بتمريره رفع القارات. كرة القدم اللاتينية كان فيها تفوق على المنتخب الشيلي. منتخبين رجعنا ل 1972. هذه عملية هجومية، كرة من دياز، محاولة ممتازة صوب دياز. برايم المراوغة، اختراق، تسديدة مباشرة صوب الحارس. تسديدة ديال برايم دياز، لعب الكرة ديالو داخل منطقة الجزاء، حاول ما امكن انه يروج. كرة من الجهة اليمنى، مزراوي تمريرة عرضية جانبية داخل منطقة الجزاء، تغطية من جانب بداية لبناء العمليات الهجومية بهذا الشكل. محاولة المنتخب الأوغندي إلى خارج رقعة الملعب، تحت ضيقة وكيحافظوا على الكرة، وهذا هو المهم. وممتاز تشميل، هذه تمريرة صوب إيكامان بعيدة عليه الكرة بالنسبية. لكن دعونا نتابع هذه اللقطة وسنعود للمعطيات لاحقا. يأتي من مزراوي عند مرابط، تمريرة ممتازة في العمق، محاولة الاختراق والدخول، ولكن المنطقة الدفاعية. بالإضافة إلى ذلك في الجهة اليسرى فهناك لاعب رقم 20 اللي هو لاعب اتشاي. تسلل يقول الحكم في اللقطة الماضية، فات في الخط الأمامي. رجعت مرة ثانية لتكون مغربية عن طريق مرابط إخراج الكرة بهذه الكيفية كيف ما تابعنا في اللقطة الماضية تحديدا. غانم سيس كيبعد الخط، لاعب الخليجية والقطرية تحديدا. كرة بهذه الكيفية ناحية تمريرة ممتازة في الجهة اليمنى، عملية هجومية، محاولة الحاق بهذه الكرة من جانب كرة بهذه الكيفية، محاولة الانسلال ولكن ضائعة في اخر مطاف. كرة لابراهيم لدياز، الاختراق، الدخول داخل منطقة الجزاء، تغطية دفاعية وسقوط ياتي بهذه الكيفيه. كان قريب ابراهيم دياز ان يستفيد من هذه الكره، ولكن هنا المثابره من جانب اتشاي. تمريره بهذه الكيفيه، محاوله الاختراق والدخول داخل منطقه الجزاء ولكن ضائعه. رجعت عند السيباري اماميه، محاوله الاستلام نعم ابراهيم دياز، اختراق، دخول داخل منطقه الجزاء، فرصه من ابراهيم دياز، تمريره تسديده ولكن ما كيتمكنش. لاعب ما كتوقعش كيفاش ممكن يخرج كره من الاقدام ديالو. كره لصالح المنتخب الاوغندي، تسديده بهذه الكيفيه مباشره صوب الحارس. ثاني تسديده المنتخب الاوغندي منذ انطلاقه المقابله. 29 دقيقة كيتمكن من المرور بهذه الكيفية عند ابراهيم دياز، تمرير عن مزراوي، نصير داخل منطقة الجزاء، تمرير عرضية ولكن تقييم من جانب الدفاع. عن طريق سفيان مرابط للجهة اليمنى، مزراوي ماذا يفعل؟ مزراوي تمرير عرضية، فرصة ممتازة، هدف ثاني للمنتخب الوطني المغربي عن طريق اسماعيل السيباري في الجهة اليسرى، كيتمكن باش انه يدخل داخل منطقة الجزاء وكيركن الكرة في الشباك بأسلوب مميز. اسماعيل السيباري
تعامل مع الكرة بشكل ممتاز. تمريرة عرضية جانبية داخل منطقة الجزاء، ما نساوش بأنه صاحب التمريرة اللي جاء من خلال الهدف الأول المنتخب الوطني المغربي. ثانيا طريقة عملية هجومية لصالح المنتخب الوطني المغربي بهذه الكيفية، فرصة المرور صوب الصباري ولكن كرة الجهة اليسرى محاولة المرور والى خارج. لديه اكثر من 82 مشاركه دوليه. كره في الجهه اليسرى، انس صلاح الدين يرفع هذه الكره داخل منطقه الجزاء ومباشره في الشباك الخارجيه. حاول على مستوى كاس الامم الافريقيه المقبله وايضا على مستوى الدوري الاحترافي انوي معقل فريق اتحاد طنجه فارس البوغاز. ميلفين سفيان مرابط، ابعاد للخطر مطلوب، ابعاد للخطر مطلوب من شنب مزراوي. تمريره جيده عن طريق أناحي تسديده جميله. الحارس ما تمكنش من ايقاف هذه الكره. أناحي ملي كياخذ الكره كيزيد الامام بعد شيء وبعد ذلك كيسدد بقوه. كان ممكن انه يسجل الهدف الثالث. لاحظوا تنفذ هذه الكره داخل منطقه الجزاء، راسيه، محاوله تعامل مع هذه الكره ولكن إلى خارج رقعة الملعب. نزيد أهداف أخرى. أناحي مرة أخرى تمريرة ممتازة عن دياز بالكعب كأننا تمريرة محاولة من جديد ولكن وهذه محاولة خطيرة للمنتخب الأوغندي. حسن الحظ أنه تم جوج ديال الاهداف مقابل لا شيء امام الخبره ديال لاعبين المنتخب الوطني المغربي اللي عرفوا كيفاش انهم يوصلوا لشباك الحارس. تعطى في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام انطلاقة الشوط الثاني. كرة من المدرب الصباري ما يفعل، كيرفع كرة داخل منطقة الجزاء، فرصة صوب كرة أمامية، محاولة مغربية من جانب اسماعيل، ضاعت من الصباري، عادت لأناحي، تسديدة جميلة من أناحي، كرة مباشرة إلى خارج رقعة الملعب. أناحي كان قريب من إسكان الكرة في الشباك، جاتو كرة للمحاولة هنا الانسلال الذي يأتي بهذه الكيفية من خلال أوتشو، كرة ودخول داخل منطقة الجزاء لكن هناك رأي مرفوع من الحكم مساعد معلن عن تسلل. وصول للاستحقاق العالمي المونديال. الكرة تنفذ بهذه الكيفية، محاولة مغربية، الفرصة التي تأتي ممتاز ما بدلوا ما فعلوا. هذا ابراهيم دياز، الاختراق، الدخول داخل منطقة الجزاء، محاولة ممتازة ولكن الحكم يقول ليس هناك شيء. ابراهيم دياز الذي فعل ما شاء في الشوارع الأوغندية والذي مر تحت عرفات سواء في أوروبا أو أفريقيا. 2010 تغييرات الملامح لكرة القدم الأوغندية. نشوف هنا أشرف حكيمي القائد المنتخب الوطني المغربي ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وايضا تطبيق خطه المدرب والوقوف على الخطط اللي ممكن ينهجها. بالتالي نواجه طريقه فك هذا الاسلوب اللعب على ستيفن. استعانه بالتمريره العرضيه جانبيه، تغطيه من جانب الدفاع، نصر مزراوي يخرج هذه الكره، تعود من جديد لصالح المنتخب الأوغندي. الجهة اليسرى، الانسلال عن طريق تشاي باغ، يرجع كورتو للخلف، سيبك بيتر عن طريق الصباري، اسماعيل الصباري، تمريره داخل منطقه الجزاء، أناحي هي كورتو لم يتمكن من التسديد، عادت من جديد مغربي من كمان يخترق الجميع، يبحث عن التسجيل، والكره من جديد عن طريق انس صلاح الدين او نايل العيناوي، كره لابراهيم دياز يسدد ولكن الحارس في المكان المناسب. كره في الركنيه والعمليه هجوميه مغربيه والهدف كان قريب، الثالث كاد ان يكون مغربي في اللقطه الماضيه. قبل البنان، قبل المشاركة الإنجليزية، كرة بهذه الكيفية، محاولة بالراس من جواد اليميق، الارتقاء فوق الجميع والراسية لكن لم يكتب لها أن تكون في الشباك الوطني المغربي. كرة عند إسماعيل الصباري، محاولة من الجهة اليسرى عند ناس صلاح الدين، يرفع كرة داخل منطقة الجزاء والحارس يمكن أن تأمن المنطقة الدفاعية الآن. المحاولات قليلة جدا ما نشاهده الآن. منتخب ممتازة من أنس صلاح الدين، تمريرة داخل منطقة الجزاء، تسديدة ولكن الصباري لم يتمكن من التعامل معها على النحو الأمثل.
تمريرا لنصر المزراوي، يعيد الكرة لخلف، كرة الهدف من سفيان الرحيمي في أول تسديدة لكنه لم يتمكن من صالح المنتخب الأوغندي. راي مرفوعة من الحكم المساعد معلنة عن تسلل. إيقاع نصر المزراوي يختار مراوغة داخل منطقة الجزاء، تمريرة بهذه الكيفية هي متمم العملية. رجعت مرة أوناحي، أو لا 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 يا أوناحي، المرور بالقنطرة الصغيرة ولكن ما كملاتش. نعم اللقطة الأولى جيدة ولكن اللقطة الثانية ممتازة من الجهة اليسرى، محاولة من سفيان الرحيمي، تمريرة داخل منطقة الجزاء عند إبراهيم دياز، تسديدة شميلة من السيباري، تسديدة شميلة من السيباري وتدخل من أونيان غودينيس اللي بعد الكرة صوب الركنية. لاحظوا الكيفية ديال حصر الكرة. إبراهيم دياز، نصر المزراوي كيرفع الكرة ديالو مرة أخرى، فرصة سفيان الرحيمي كيضيع فرصة ديال تسجيل هدف بطريقة جميلة هوائية، تمريرة في المنطقة اللي كانت فارغة تماما، خدت الموضوع المناسب. كرة من جديد للمنتخب الوطني المغربي، خطأ على مستوى التمرير كانت عند أوناحي. سنتابع هذه العملية الهجومية، محاولة من نصر المزراوي، يرفع كرة داخل منطقة الجزاء، تقديم من الدفاع، سقوط ضربة جزاء يقول الحكم، ضربة جزاء. هذا هو سفيان، هذا هو رحيمي، هذا هو اللاعب المطلوب، هذا هو اللاعب المطلوب. نعم اللاعب الذي بإمكانه أن يقتنص انصاف الفرص يستغلها وليقدم الإداء. تقدم، جول 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 جول، هدف ثالث للمنتخب الوطني المغربي، هدف ثالث للمنتخب الوطني المغربي، هذه المرة من نقطة الجزاء. لاعب ذو 29 سنة، لاعب العين الإماراتي الذي وضع الكرة في الشباك الرشاوي السابق، اللاعب الذي يلعب مع المنتخب الوطني المغربي ل 29 مقابلة. نعم يتمكن اليوم من زيارة الشباك. كاليدونيا الجديدة، كرة مغربية، عملية هجومية من جانب الياس خماش، الدخول داخل منطقة الجزاء، تمريرة ممتازة، الهدف الرابع امضاء بلال الخنوس الذي يضع الكرة في الشباك معلنا عن رابع الأهداف. كنا نتوقع أن الرابع قادم وقابل المباراة أن تستضيف هدف أو أن يكون فيها هدف رابع، وذاك ما فعل بلال الخنوس. تمريرة عرضية جانبية واستثمار ممتاز من بلال الخنوس الذي يضع الكرة في الشباك. رابع الأهداف للمنتخب الوطني المغربي. نظرة على دكة احتياط، نظرة على بول، كيف هو الحال في هذا اللقاء. الياس خماش، التمرير العرضي الجانبي، كرة هيئت بشكل ممتاز وبلال الخنوس في المكان المناسب، رفع عينه، شاف بلال الخنوس وضعية مثلى جيدة، منحنا كرة في طبق من ذهب. بلال الخنوس لم يدخر جهدا في وضعها في الشباك، مازال من قصد لعب كورته بكل براعة، وضعها في الشباك. حارس مرمى